فراخ مشوية بتتبيلة كل اللي هيدوقها لازم يسألكوا على الطريقة، ومعاها كمان صوص في منتهى اللذاذة. تعالوا أقولكوا عملتهم ازاي. للتتبيلة احتجت كوباية من اللبن الرايب، ولأن ما عنديش حطيت كوباية من الحليب العادي وعليهم معلقتين كبار من الخل، 3 معالق كبار من صلصة الطماطم، 4 فصوص من الثوم الفريش المفرومين، حطيت كمان عصير ليمون فريش، معلقتين كبار من زيت الزيتون، و3 معالق كبار من العسل الأبيض. التوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا، بصل باودر، توم باودر، وتوابل مشكلة. عملت ميكس لكل التوابل دي وكده التتبيلة بقت جاهزة. الفرخة اللي استخدمتها قطعتها كده نصين، وممكن برضو تقطعوها 4 زي ما تحبوا. حطيتها في الصينية اللي هتدخل الفرن، وحطيت عليها بقى كل التتبيلة، وابتديت ان انا اتبلها بين الجلد واللحم، ودخل كمان في الفتحات اللي انا عاملاها دي. المهم ان تكون الفراخ متغرقة وعايمة كده في التتبيلة، علشان هو ده الصوص اللي هيطلع في الاخر. دخلتها فرن السخن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. فتحت عليها الشواية وطلعت بالمنظر التحفة ده. الفراخ جوسي ودايبة ومتغرقة